السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يومنا مختلف وفي مكان مختلف. انتوا عارفين انا فين؟ انا في اسكندرية. رمضان يختلف جدا جدا في اسكندرية. انا بحب اسكندرية طول السنة وحبيتها اكتر كمان في رمضان. فتعالوا بينا بقى نشوف مع بعض اجواء رمضان في اسكندرية. ونشوف الجمال والحلاوة والجديد في الفوانيس والعرايس ولوازم الزينة بتاعت رمضان. زي ما احنا شايفين، بصوا الجمال والعظمه. نرجع ونلف وندور ونرجع لفوانيسنا القديمه الحلوه. انا عن نفسي بحب الفانوس دوت. احنا دلوقتي فين؟ طب يا هنوت في اسكندريه. احنا في المنشيه. الشارع ده اللي هو فيه زنانة بتاع لعب الاطفال ده مشهور جدا جدا في المنشيه. تمام. فاحنا الشارع ده كده احنا خدناه بدايته من ورا، يعني ابتديناه من الاخر عشان ننهي في الاخر عند ايه؟ زنانة. ماشي. بصوا بقى الجمال والعرايس. بصوا دي جديدة وجميلة حلوة قوي، ودي كانت عرايس من الفايبر كده، جميلة وحلوة. بصوا بقى هسيبكم تشوفوا الايه، الانواع المختلفة والجديدة واشكال والوان، يعني تخلي ايه العقل يطير. لو معاكي اطفال ودخلت الشارع ده، يعني انت لابس في شراء حاجة جميلة وحلوة ومختلفة عن كل سنة. بس انا برضو من رأيي، بص ولادي يعني ما بيكبروش، هما الفوانيس بالنسبة لهم ده رمضان. فربنا يدينا الصحة يا رب، وهما في بيوتهم نجيب لهم ليهم ولعيالهم. ولعيالهم اهم حاجة، ادعولي ان انا يبقى اشوف احفادي، اتجنن واشوفهم. ربنا يرزقهم يا رب الذرية الصالحة. كل اولادنا واولادكم يا رب، وامة محمد. واللي ربنا ما ادالوش يا رب الخلفة، يا رب في دعاء رمضان كده واحنا صايمين يرزقوا الخير والخلفة الصالحة. بصوا بقى الحاجات المختلفة في رمضان دوت احنا شفناه، فاكرين السنة اللي فاتت كان برضو عمال يلف، يعني امه بيلف من السنة اللي فاتت المسحراتي دوت، ما وقفش من عند اللف اللي هو فيه. تمام. اهو بصوا بقى الفوانيس الجديدة الخشب السنة دي عامل ضجة جامدة جدا هناك، يعني اشكال والوان جميلة قوي. بصوا الميداليات بتاعت الشخصيات بتاعت فنانيس. وعايزه اقول لكم ان الشارع ده الاسعار فيه جميله جدا جدا جدا. هو قريب من الاسعار بتاعه العتبه في القاهره. هو كمان ارخص شويه. بصوا الفنانيس ده كان ب10 جنيه. قولي لي جبتي لنفسك؟ اقول لكم نسيت، كنت بصور ونسيت اجيب خالص. فلو حد عايز يجيبه يدوني مفيش مشكله. كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى الجمال. بصوا بقى الفوانيس اللي هي بالشمعة دي، فاكرينها؟ يعني الجيل اللي هو الحلو بتاع الثمانينات والسبعينات هيعرف الفوانيس بتاعت الشمعة، والستينات والله كمان، لان ابتدينا من السبعينات ان الحاجات دي تنقرض. بصوا بتاع الكنافة. كل دي حاجات ديكورات للمطبخ. وده فانوس طبعا لباب العمارة. وده الحاجات ميداليات صغيرة كده، فانوس يعني دوبك كف الإيد، أكبر شوية. وما كانش غالي، الأسعار كانت جميلة، عجبتني جدا. وبصوا الخشب زي ما قلت لكم، يعني كان هو الكينج بتاع الفوانيس والزينة بتاعت رمضان السنة دي هناك. عايزة أقول لكم إن بصوا الكل بيقف عليها. طبعًا تسألوا نفس السؤال، جبتِ هنود ليكِ؟ هاقول لكم طبعًا نسيت. فهي بصوا كانت جميلة جدًا ومش غالية ب5 جنيه، يعني حاجة يعني بسيطة جدًا، جدًا. وادي الناس أهو، بصوا الأطفال والشِرا يا رب كده كل سنة وأنتم طيبين. رمضان سعيد علينا وعليكم ويا أهل إسكندرية، بجد، بجد يا بختكم بإسكندرية. حلوة في أيام السنة كلها وحلوة في المواسم، يعني أنا باروحها في المولد النبوي زي ما أنتم عارفين، لازم أعمل معاكم الفيديو بتاع المولد النبوي. وفي رمضان، يعني أنا كده في رمضان برضو لازم هيكون ليا زيارة في كل سنة في اسكندرية، وأدخل الشارع دوت وأكون محوشة إن شاء الله فلوس كتير قوي عشان كل اللي أنا شفته أجيبه. الأسعار مش وحشة، بس هي إيه، الحاجة هي اللي غالية شوية، الدنيا هي اللي غالية. تمام. فإحنا بقى بصوا الزينة والأنوار. أنا اشتريت أضواء من هناك، اللي هي الإنارة ديت فرع النور. بصوا عم مشكشك، فاكرين عم مشكشك؟ جميل جميل جدا. اللي كان عاجبني قوي اللي هم اهتموا بالعرايس اللي هي بتاعت المسلسلات الكرتون بتاعت أطفال، عاملين منها ماكيتات كتيرة جدا وعاملين منها اللي هو الفخار، عارفينه؟ هيجي في آخر الفيديو كده، خليكم معايا هتشوفوا أشكال جميلة جدا. بصوا الفوانيس دي بتاعت أيكيا، حلوة وأرخص من أيكيا بكتير جدا جدا. واللعب بتاعت البنانيت اهي. عملوا الألعاب والشخصيات السينمائية عملوها فوانيس بالأغاني بتاعت رمضان. كانت حلوة مش وحشة. تمام. زي ما احنا شايفين اهو، احنا وقفنا دلوقتي هنشتري العرايس وهشتري لهم أفرع نور. فيها بقى الفوانيس والكور، واللي هي الفوانيس اللي هي الذهبي دي كانت جميلة برضو، حلوة قوي عجبتني. دي مفارش، دي للكوشن بتاع الصالونات، حلوة.
الكيس كان فيه 2، كان ب30 جنيه، مش غالي خالص لان خامته كانت كويسه جدا، والفنانيس اللي عليه كان شكلهم حلو، مش زحمه. والعرايس بصوا دول صواني، كانت مجموعه صواني. وادي الانوار، بصوا بقى اشكال والوان وحاجات جميله وبوجي بصوا ده خشب، انتوا تشوفوهم تقولوا ان هو معدن، لا هو خشب. وادي الانوار اهي، بصوا دي كريستاله زي اللي هي اللندا، عارفينها بتطلع كذا لون بس منها الذهبي. بصوا بقى دول الفخار اللي انا قلت لكم عليهم، فنانيس وطمطم وفنانيس الكبير. بصوا اشكال جميله جدا جدا جدا. والراجل الكبوزه دوت الجميل انا بعشقه اصلا. ومدفع رمضان وعليه فنانيس، كل دول فخار من الصيني او من الصيني. بص فوانيس بتاعت اشكال زمان جميله، ليها كده معنى وبهجه للناس اللي كانت بتستعملها زمان. انا واحده من الناس كنت بحب اجيب الفوانيس ديت. ودي بصوا العرايس وباربي ودي مفارش وملصقات بتتحط على الحيطه كده على شكل فوانيس واضاءه زي ما احنا شايفين. بصوا الشارع، يعني الشارع ده زحمة لدرجة لا تتخيلوها. يعني أنا كنت ماشية ورافعة الكاميرا لفوق علشان ما اجيبش حد. بصوا الستارة دي ستارة رمضانية جميلة جدا جدا. بصوا انتوا عينيكم مش عارفة هتروح على فين ولا فين. ده بقى يعني وقفنا عنده، يعتبر خدنا ربع المحل من كتر جمال الحاجة عنده، أسعارها حلوة جدا جدا. أنا نسيت صراحة أخد اسم المحل. بصوا أخدنا العرايس ديت وأخدنا الفروع النور، أخدنا الذهبي والهيئة فوانيس والبلورة. الأسعار جميلة جدا جدا ما شاء الله. تمام. وهنشوف بقى ايه الألوان اللي احنا جبناها من العرايس بتاعتنا دي. طمطم، يعني مهما الزمن يروح ويجي بوجي وطمطم دول أساس رمضان. بصوا الأفرع جميلة جميلة، والإضاءة بتاعتهم تحفة 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 ما شاء الله. بهجة رمضان في الحاجات دي يا جماعة، ولا انتوا ايه رأيكم؟ هي ابتدت تقل، يعني الواحد كل ما بيكبر شوية كل ما الفرحة بتاعت الحاجات دي بتقل شوية بشوية، بس يعني ربنا يرزقنا بأطفال صغيرة ونرجع تاني ايه نعيد ذكريات رمضان. بصوا اللندا الديسكو ديت، ايوه اسمها ديسكو، انا عمالة افتكر اسمها ايه. في منها بقى الذهبي والفضي واللي هي الالوان الشفافة دي اللي زي كانت شغالة ومش غالية ب30 جنيه وحجمها كبير. احنا اهو بيجيب لنا بقى العرايس، طبعا طلعنا عينه عشان كل واحده ناخدها يبقى فيها عيب، واحده ما فيهاش عين، واحده دراعها مكسور، يعني عايزه مستشفى مش عايزه محل. تمام يا حبايب قلبي. بصوا ادي بصوا الاضاءه جميله جميله. كان نفسي اسمعكم الاصوات بتاع اللي هم بقى الاغاني اللي هم مشغلينها، يعني هحاول كده ايه، هحاول في حته كده بس عشان انتوا عارفين عشان حقوق الطبع مش هقدر ان اشغل الفيديو بصوته الطبيعي. بصوا انتوا الانوار دي مع اغاني بقى رمضان القديمه مش الجديده، اللي هي وحوي يا وحوي ومرحب شهر الصوم. مفيش يعني بصوا مفيش محل مش مشغل اغنيه، فاحنا كنا ماشيين في مولد رمضان كريم. بس بدأ عاجبني قوي الهلال والنجمة دول جمال قوي قوي، وفي الإضاءة في الشقق بجد شكلهم تحفة. بصوا الفوانيس دي جميلة، احنا جبنا منها الصغيرين، فاكرين كان في السنة اللي فاتت جبنا منها الحجم الصغير فرع نور. بصوا والطارات دي بقى مليانة هناك، يعني كتير منها بقى كلمات كتير، مرحب شهر الصوم ورمضان جانا ورمضان كريم. بصوا انا برفع والله الكاميرا علشان ما اجيبش حد. بصوا الخشب زي ما قلت لكم دي صواني خشب عليها بقى ايه الشخصيات الرمضانية. بس دي كانت غالية شوية، يعني الصينيتين ب300 جنيه. فيعني ماشي رمضان ونفرح ونجيب، بس ما تستغلوش الأسعار قوي كده يعني، دي هما مفهومش أي حاجة. بصوا الراجل ده أنا استحالة أروح هناك وما أجيبش منه أي حاجة. ده بيبيع المباخر، عارفينها المباخر بتاعة البخور بأشكال جميلة وحلوة. بصوا المبخرة دي تحفة على هيئة كعبة، في منها الصغير وفي منها الكبير. أنا هفرجكم المحل كله، احنا خلاص بقينا زباين عنده. بصوا الشخصيات الرمضانية، فطوطة وسمورة وبوي وطمطم ما شاء الله. بصوا حاجات جميلة جدا جدا، وشخصيات بقى ايه يعني بوجي عاملين لنا بكذا رسمة وبكذا شكل، واسعاره حلوة وحاجته فوق الممتازة. يعني انا بشتري من عنده وانا مغمضة عيني، مش حاجة بايظة او حاجة وحشة او تتكسر او خامتها ضعيفة، لا. لو تفتكروا احنا في الصيف كنا جبنا من عنده اللي هي ال اللهم صل على النبي، الحصالات، فاكرين الحصالات الخشب اللي هي، يعني انا كل سنه زي ما انتم شايفين انا بحب اشتري من عنده الحاجات، يعني حاجه كويسه قوي. بصوا بقى نكمل مع بعض. بصوا طاوله المسحرات دي كانت جميله جدا، هي بلاستيك، والطارات كل الكلمات بقى رمضان يجمعنا ورمضان سعيد وشهر الخير،
حاجات كانت جميله صراحه، وعليها ماكيتات برضو البوجي وطمطم وفنانيس. بصوا الاضواء والجمال، حاجه كده عظمه يعني. الشارع ده يعني من اول ما تخشوا لغايه ما تخرجوا منه رمضان كريم ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ودي ملصقات كده بتتجاب بتتلزق على الحيطه، مجموعه مع بعض بيبيعوها كده، سعرها برضو مش غالي، حلوه. وادي الانوار وفوانيس، والفوانيس بتاعت ايكيا كانت منتشره جدا هناك زي ما انتم شايفين اهو. وهنا بقى ابتدينا ايه الشارع بينتهي وخارجين خلاص على المنشيه من بره. هنا عجبني قوي الدباديب ديت، حتى شلبي كان موجود هناك، الدبدوب الماكيت بتاع شلبي. بس صراحه الاسعار غاليه جدا زي ما قلت لكم، يعني شلبي ب 300 جنيه والحجم الوسط مش الكبير، وفاهميني. بصوا الحجم دوت اهو، ده شلبي بتاع شركه المرعبين لو فاكرينها. للغاويين. بصوا مدفع رمضان فوق جميل ازاي. المحل دوت خاص باللي هي الحاجات اللي هي عربيه الفول والمسحراتي وبتاع الكنافه. بصوا العرايس الجميله دي بقى لها كام سنه بس ما زالت ايه موجوده حلوه. طبعا الشارع ابتدى يضيق وبيخلص، وانا كنت بزعل جدا جدا. بصوا البلوره اهي منتشره والفرانيس الذهبي حلوه ما شاء الله، والاضواء. الشارع ده يا جماعه اللي هم ما يعرفوش اسكندريه، اللي هو المنشيه، شارع المنشيه نفسه اللي هو بينتهي كده عند حاره اليهود. يعني ممكن وانت عند حاره اليهود تسالي فين السوق ده هيقولوا لك عليه، اللي هو واسالي على زنانه. بصوا الفوانيس البلاستيك دي كانت جميله جدا جدا. هي ما فيهاش اضاءه ولا حاجه. طبعا البومب والصواريخ ولادي ما توصوش فيها، اشتروا كل البومب والصواريخ والحمد لله كله طلع بايظ. يعني مش عارفه ليه السنه دي حتى ما اشترينا من القاهره كله طلع بايظ. وادي بقى عند زنانه الحاجات الفخار زي ما انتم شفتوا، فنانيس والاسره بتاعته. ودي عياشات للسفره وصواني، والملصقات دي برضو باشكال مختلفه عن اللي شفناها جوه. وفوانيس بقى الباب العماره والشقه، فاهميني الحاجات الكبيره والحلوه دي. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، واجواء رمضان في اسكندريه انا يعني كنت مبهوره بيها. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. وشكرا لاهل اسكندريه على ذوقهم، وما كانوا بيعرفوا ان انا بصور ما كانوش بيمنعوا، ما فيش ولا محل منع ان انا اصور. ونتقابل يا رب في فيديو جديد، في وصفه جديده في مطبخي ومطبخكم، وجوله جديده من جولات اسكندريه الجميله زي ما انتم شايفين كده الجمال والعظمه دي في اسكندريه. وما تنسوش تحطوا اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم. احلى ثواني رمضان تحفه وجميله دي بقى عند الزنقه بالظبط. اسيبكم في رعايه الله وكل سنه وانتم طيبين.